خطة نجاح بالفيزياء بالدور الثالث أو حتى جماعة الدخول الشامل اللي كتبوا لي هواي بتعليقات اليوتيوب. دكتور وضح لنا شلون ناخذ 60 بالفيزياء، شنو الفصول نتركها وناخذ بال80، شنو نقدر نترك وناخذ 90. راح نحكي ان شاء الله بهذا الفيديو كل شيء يخص الفيزياء، اللي اذا طبقت الخطوات اللي راح احكيها صدقوني راح تطلعون من الامتحان فرحانين مثل جماعة الدور الثاني، تمام؟ حتى جماعة الدور الاول. يعني انا الخطة صار لها تقريبا 6 إلى 7 سنين ناجحة ان شاء الله، تمام؟ اهم شيء تنتبه على الكلام اللي راح اقوله. الفيزياء محورين، محور الشرحيات ومحور المسائل. الشرحيات انت مخير تقرا وزاريات، طبعا الوزاريات اذا تقراها مع فهم المسائل اكيد راح تضمن الدرجه الكامله، تمام؟ زين. البعض منكم يقول اريد اقرا مراجعه مركزه، براحتك تقرا مراجعه مركزه بس لا تقل عن مضمون الوزاريات بنسبه 90%. اذا تحتوي على 90% من الوزاريات استمر عليها، اوكي؟ زين. الشرحيات الوزاريات وين راح نلقاها؟ راح تلقوها في قناتي في التليجرام، قناه رفاعي عبد الله. اكتب بالتليجرام رفاعي عبد الله راح تطلع لك القناة مالتي، تمام؟ ونفس الصورة مخليها. هاي بالنسبة للشرحيات. المسائل، بالنسبة للمسائل فإذا واحد يقول أنا لحد الآن ما فاهمهن، الفصل اللي ما فاهمه اكتب مؤيد سليم مراجعة مركزة مال المسائل، أو محمد حسين، ما حسين محمد والله نسيت. المهم اي واحد منهم او اي مدرس، اغلبيه المدرسين مسوي لك فيديو، يعني كل فصل فيديو، فانت تابع عليه. وترى يعني الفيزياء مسائلها مو صعبات، مو مثل الكيمياء بها شويه مسائل قويه، تمام؟ زين. هسه خلصنا، نجي على الخطه شلون ناخذ الفصول 50 70 80 كم فصل نقرا. باعوا قبل ما احكي لك خطه الفصول، الطلاب اللي يسألون عن سالفة التقديم والجامعات والمعاهد، فضروري جدا تشترك لي بحسابي باليوتيوب وحسابي في التيك توك. ليش؟ لأنه راح أسوي لك شرح كامل عن كل التقديمات الخاصة بكم، تمام؟ يعني الصباحي، المسائي، هل ينفتح الموازي، الأهلي، كل هذا إن شاء الله راح أوضح لكم إياه مثل ما سويت الدور الأول والدور الثاني، حتى سويت لهم شلون طريقة التقديم، تمام؟ انتم همين ان شاء الله نسوي لكم. فضروري جدا تفعل اشعارات قناه اليوتيوب وحسابي في التيك توك تشترك به، لانه تشوفون دا انشر انا محتوى جامعي، فكلش راح افيدك. زين. هسه نجي الخطه شلون ناخذ 50 الى 60. واحنا كم فصل الفيزياء؟ الفيزياء 9. شنو الفصول الهبره؟ راح تقول لي الاول الثاني الثالث، اقول لك عافيه عليك. زين. بعد راح اقول لك الخامس والسادس والسابع، راح تقول لي شو صار 6 افصل؟ اقول لك لا، انت انتبه لي بس على هذول اول 3، واقرا لي واحد منهم. انت شو تشوف منو اللي اسهل عليك اقرا، تمام؟ ما دا اقول فصل معين حتى اخاف واحد يقول لي مو انا قاري هيك فصل. فانت مخير اي واحد من هذني الثلاثه تقراهن ويا الثلاثه الفوق. صح تقول زين انت مو تقول بفيديو عندك الفصل الاول والثاني والثالث يجي عليهن كل فصل من 15 الى 30 درجه؟ راح يقول لك صح، لكن انا اعرفكم انتم بالاسئله راح تتركون هواي، راح يجي مثلا اشتقاق، نصكم انتم ما راح يقرا اشتقاقات، تمام؟ ف اقرا لك هذني 3 افصل وهذا الفصل الرابع، يعني واحد من هذني يصير انا 4 افصل، ممكن تضمن اكثر حتى من 60، ممكن توصل للسبعينات، تمام؟ وارجع اقول الشرحيات تلقوها في قناتي في التليجرام، قناة رفاعي عبد الله. زين. واحد يقول انا اذا اريد اقرا الاول ثاني ثالث رابع خامس سادس وتاسع، يعني شنو مقاري؟ سابع وثامن. هواي اكو ناس يستصعبون السابع والثامن، ايش قد اخذ؟ راح يقول لك تدري انت بدور الاول التارك السابع والثامن اخذ درجه كامله؟ راح تقول لي لا والله. يقول لك والله روح شوف الاسئله. لكن المتعارف عليه من 84، يعني مال كل السنين من 84 إلى 100 الدرجة تتراوح، اللي يترك السابع والثامن، وبدور الأول أخذ 100. زين. طالب يقول أنا راح أترك آخر 3 وأقرأ لي أول 6، أول 6 أفصل. إيش قد أخذ؟ أول 6 أفصل راح يقول لك من 75 وفوق، بل الأغلبية هي بالثمانينات، بس نقول أسوأ الاحتمالات لا والله 77 مرة دور 77، هذا أسوأ شيء، تمام؟
بشرط انت مضبط الباقي، وممكن اكثر، ممكن تاخذ بالثمانينات. زين، واحد يقول اذا اريد اترك مثلا فصل التاسع، او اريد اترك مثلا فصل الثامن او السابع، مثلا فصل واحد، ايش قد اخذ؟ راح اعطيك نصيحة باوع. يعني الفصل اللي بيه المسألة ونشاط حاول تقرأ واحد منهم. بس حتقول لي يا ليش؟ راح اقول لك مرات يجيبون من نفس الفصل مسألة ونشاط، مثل ما صار الدور الاول مال تيارات الدوامة جتي، ومسألة. فاللي تارك مستحيل، تارك هذا الفصل مستحيل ياخذ 100، لانه انت لازم تجاوب واحد منهم. فنفس الشيء اذا تي تترك فصل فاقرا يا اما نشاط او مسائل، يا اما نشاط هنا او مسائل. اوكي. واذا ما اذا تركت فصل كامل ممكن تاخذ درجة كاملة، ممكن ما يجي منه لا نشاط ولا مسألة، وممكن تنزل الى 90. اوكي عيني. مثل ما قلت الشرحيات الوزاريات راح تلقوها في قناتي في التليجرام، قناة رفاعي عبد الله.